المشبك السوري من أشهر الحلويات الشعبية بسوريا، وطريقته كتير سهلة ومكوناته موجودة بكل بيت. شوفوا ما شاء الله نجاح هي الوصفة بالتحديد، صار لي متبعتها أكثر من 10 سنوات. قد ما أوصف لكم نتيجتها، اسمعوا بإذنكم القرشة، من برا مقرمش ومن جوا شربان قطر. صح، لازم تجربوه لنحصل على نتيجة مشبك ناجحة مثل السوق وأحسن كمان وبتنافسها. لازم تسمعوا شوية ملاحظات بسيطة رح أذكرها بالفيديو، ركزوا معي للنهاية وإن شاء الله رح تحصلوا على أفضل طبق حلويات ممكن تعملوه بكل الشتاء. هاي بالبداية بنحتاج لسميد خشن وليس ناعم، نحن بنحتاج السميد الخشن، وإذا ما توفر السميد الخشن فبنستخدم الوسط. بنحتاج كاسة ونص سميد خشن، كمان بنفس الوقت بنضيف كاسة طحين متعدد الاستعمالات. بنحاول كل المعايير بنفس الكاسة، كاسة ونص سميد خشن، كاسة طحين، كاسة لبن زبادي، معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة، ونص كاسة مي دافية، ونص كاسة حليب. كل المكونات على بعضها ما بتاخد منكم تحضير 3 دقايق. في حال ما كنتوا حابين تباشروا بالقلي فورا بتضيفوا معلقة صغيرة فقط بيكنج باودر، أما إذا كنتوا مثلي مستعجلين فورا جهزتوا الخلطة وعلى القلي ضيفوا ظرف البيكنج باودر كامل. ولتشكيل الأقراص نحتاج كيس حلواني، يفضل يكون حجم الراس أو سعته تقريبا 1 سنتي. الراس الرفيع أبدا ما رح يمشي معنا لأنه رح تنشف بالقلي وما رح تشرب زيت. يفضل تكون سماكتها ممتازة، وأنا استخدمت كيس استخدام واحد. أي نوع كيس متوفر عندكم بيمشي الحال، حتى لو علبة كاتشب فاضية. وبالنسبة للقطر لازم يكون سميك وبارد، يعني أنا عملت القطر تقريبا 3 كاسات سكر، حطيت لهم كاسة ونص مي فقط ورشة حامض آخر شيء، وتركته يبرد لحصلنا عليه بهالسماك. الزيت كمان كانت درجة حرارته مرتفعة، وشكلتهم مثل ما أنا موضح حتى ياخدوا لون جميل. بنحطهم بالقطر البارد وبنتركهم تقريبا شغلة دقيقة فقط مو أكتر لحتى يشرب قطر، ومنقدمهم مع شوية فستق حلبي أو أي نوع حابين تزينوا فيه. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوني من السيف والشير واللايك، دعمكم بهمني. سلام.